مساء الفل على احلى كباتن، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم في حاجتين مهمين جدا بالنسبه ان احنا في موسم المدارس. اول حاجه هي العروض والبونص اللي الشركات بتعملها في موسم المدارس، لان طبعا عندك الصبح اللي هو الوقت بتاع الصبح، الموظفين مع الطلبه بتوع المدارس مع بتوع الجامعه، كل ده بينزل في نفس الوقت، فطبعا بيكون في ضغط شغل على كل البرامج. فالشركات دي بقت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بونص وعروض بحيث ان هي تجذب الكابتن ان هو يفتح الابليكيشن بتاعها. وطبعا علشان العميل لما يطلب على الابليكيشن اللي هو بيفضله فيلاقي كابتن يقبل بالرحله بتاعته. علشان كده الشركات دي بتعمل لك بونص، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ينافسوا بعض في الفتره دي. كمان هنتكلم على حاجه اهم من ديت، وهي الزحمه بتاعه دخول المدارس وخروج المدارس، وازاي تتعامل مع القصه ديت. هقول لك كلمتين فيهم الخلاصه. احنا يا جماعه موجودين على اليوتيوب، موجودين على الفيسبوك، وبقينا موجودين على التيك توك، موجودين على التليجرام، عاملين جروب على التليجرام في 3000 كابتن. في اي مشكله معاك في المجال ممكن تبعت لنا على الجروب ده. وكمان عامل صفحه على الفيسبوك، يا ريت تدخل تدعمني وتعمل متابعه للصفحه ديت، سيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده. نيجي لاول حاجه والاهم، علشان عارف ان في ناس ما بتكملش الفيديو للاخر، فقلت الحقك بالمعلومه المهمه ديت. طبعا انت لو بتنزل فتره الصبح في دخول المدارس فبتلاقي كل البرامج بالشكل اللي انت شايفه قدامك دلوقتي على الشاشه. البرامج كلها حمراء، البرامج كلها عليها ريت 1.5 و2، ولكن بيواجهك مشكله ان الدنيا بتبقى زحمه، فانت مش قادر تستغل الريت اللي انت شايفه ده. يعني في ريت والدنيا جميله، ولكن خلي بالك الريت ده ممكن يقعد معاك ساعه ساعتين بالكتير وهتلاقيه اختفى. فانا ازاي استغل الريت اللي موجود قدامي دوت واهرب من الزحمه، او على الاقل خالص اكون استفدت من الساعتين دول؟ انت دلوقتي لما تنزل تلاقي المنظر ده قدامك، انت قدامك حلين. اول حل ان انت تشتغل على المنطقه بتاعتك داخلي، يعني تشتغل على الرحلات الصغيره، ما تحاولش ان انت تاخد رحلات طويله، لان الرحله الطويله هتضطر مثلا تعدي على صلاح سالم، هتضطر ان انت تعدي على الكورنيش، المهم ان انت هتضطر مثلا تطلع كوبري اكتوبر اللي هو لازم تخش وسط البلد عشان تطلع على المكان اللي انت رايحه. فانت عندك اول حل ان انت تشتغل داخلي في المنطقه اللي انت موجود فيها. تاني حل ان انت تاخد رحله طويله، بس تبقى رحله طويله بريت عالي. يعني ما خدش رحله طويله كده وخلاص، لا، هي ضربه واحده على طول فتعديك الناحيه التانيه، ويبقى انت كده عملت لك استباحه كويسه. يا اما تفضل في منطقتك زي ما انت. والاحسن من الاتنين دول، لو انت منطقتك مثلا زحمه مش هينفع اشتغل فيها داخلي، قبل الزحمه وقبل الدوشه ديت بطلع مثلا قبليها بنص ساعه بساعه، بعمل وجهه على مكان مفتوح زي اكتوبر، القاهره الجديده، وعقبال ما اوصل هناك يكون الريت بدأ يشتغل، فاشتغل بقى هناك داخلي. اما لو انت منطقتك زحمه وهتفكر تشتغل فيها داخلي، فبرضه هتواجهك نفس المشكله، وتبص تلاقي نفسك عملت مشوار ولا مشوارين بالكتير والريت راح، وانت حسيت ان انت ما عملتش لنفسك حاجه. فلو انت منطقتك زحمه زي ما قلت لك، حاول ان انت تنزل بدري عن كده بحيث ان انت تنقل في منطقه تكون مفتوحه. اما لو انت منطقتك عادي قشطه ممكن تشتغل فيها، فممكن تشتغل على رحلات صغيره، يا اما تاخد لك تضرب ضربه على طول رحله طويله بريت عالي تظبط معاك الدنيا. حبيت اقول لك الكلمتين دول خلاصه الزحمه والدوشه اللي بنشوفهم في وقت دخول وخروج المدارس. وبعد الساعتين بقى لو انت شغال داخلي، بعد الساعتين معاك بقى براحتك، بعد ما الدنيا تفك، عاوز بقى تاخد طويل ماشي، عاوز تكمل في المنطقه اللي انت فيها مفيش مشكله. تيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، عروض وبونص الشركات. تعالى كده نشوف مع بعض العروض والبونص اللي الشركات عاملاها لك بحيث ان هي تجذبك بيها وتخليك تفتح الابليكيشن وانت بنفسك تقدر تشوف انهي الافضل ليك وتشتغل عليه. تعالى كده. اول حاجه اللي عامله لنا بونص طبعا اللي ما بتعديش الحاجات ديت، هي شركه كريم. شركه كريم عامله لك اكتر من بونص على مدار اليوم. طبعا العادي بتاع كريم ان هي في فتره الموظفين والكلام ده، لان معظم اللي بيطلب كريم موظفين وشغل مدارس والكلام ده. فطبعا عامل لك اكتر من بونص. عامل لك، هجيب لك بقى من اول اللي هو بتاع الصبح. لك اول بونص من 10 الصبح. طبعا خلي بالك البونص بيختلف من اكونت للتاني، عشان برضو لو لقيت حاجه غير اللي عندي فده طبيعي جدا. انا اللي عندي نازل لي بونص من 10 الصبح لحد الساعه 8، افتح ابقى متصل 8 ساعات ونص،
واعمل ايرادات 1100 واخد 600 جنيه. فلو عملت 750 اخد 400، ولو عملت ال 1100 اخد 600. فده بونص انا شايف برضو ايه مبالغ فيه، الرقم مبالغ فيه شويه. فلو عملوا مثلا في سكه 400 تاخد 200 تاخد 300 هيكون احسن بدل ال 750 وال 1100 اللي هو قايل لك عليهم. ولكن انا بعرض لك البونص ولو متاح معاك تمام. في بونص تاني داخلين بقى في بعض من 2 ل 7، تعمل 450 تاخد 200. فلو انت عملت اللي هو الكبير مع الصغير ممكن تاخد البونصين مع بعض، تاخد بقى ال 600 وتاخد ال 200. ولكن خلي بالك بونص كريم في مغامره شويه. يعني في مغامره ازاي؟ ان انا هشتغل بونص كريم لازم اكون عارف ان انا بغامر، لان انت طبعا مطلوب منك ان انت تحافظ على نسبه القبول بتاعتك، مطلوب منك ان انت تفتح عدد ساعات متصل على الابليكيشن، مش هينفع تفتح برنامج تاني معاه. مطلوب منك تحقق رقم كبير، والرقم الكبير ده علشان تحققه ممكن تيجي على نفسك وتاخد مشاوير انت مش حاببها اصلا، ولكن انت بتجمع في دخل معين، فبتقول مش مهم انا عايز اجمع علشان اخد البونص. فقبل حاجه بعرفك ان بونص كريم ده يعني فيه تضحيه شويه. كمان عامل لك يعني اكتر حاجه عجباني بصراحه، عامل لك اللي هي قصه ايه، يخلي لك العموله 3%. يعني بيقول لك اعمل 3 رحلات وبعد كده اي رحله تاخدها على جو اوفر تبقى النسبه بتاعتهم 3%. وده طبعا بيساعدك ان انت تعمل دخل كويس، وبيساعدك ان انت تحقق البونص، لان طبعا لما النسبه تكون قليله الايرادات بتاعتك هتكون اعلى، فتقدر ان انت تحقق البونص بتاعك اسرع. طيب ده كده بالنسبه لبرنامج كريم. نيجي طبعا لبرنامج ديدي، مش هيفوتوا حاجه زي كده، ده هو اصلا بتاع العروض. عامل لك شويه عروض كده يعني، بس انا شايف برضو يعني هشرحها لك واقول لك انا شايف ايه. عامل لك كذا بونص، عامل لك بونص من 2 ل 5 تعمل اللي هو 6 رحلات، بعد كده 8 رحلات. فطبعا الرحلات هتلاقي مختلفه من واحد للتاني، ولكن بيبدا معاك من 20 جنيه لحد 140 جنيه لما تعمل 8 رحلات. فطبعا انا شايفه مبالغ قوي في عدد الرحلات. يعني برنامج ديدي البونص بتاعه كويس وكل حاجه بدون نسبه قبول او الغاء، يعني سايبها لك الدنيا براحتك يا باشا، اقبل وكنسل براحتك. ولكن انا شايفه برضو مبالغ في عدد الرحلات، خصوصا في وقت الزحمه بيبقى صعب ان انت تعمل رحلات كتير. وعامل لك بونص كمان داخل فيه من 12 ل 3 تاخد 120 جنيه. وعندك بونص اللي هو بيعملها لك الصبح بدري اللي هي من 7 ل 10 مكافأة، يقول لك مثلا اي رحلة تاخدها ليك 8 جنيه، اي رحلة تاخدها ليك 7 جنيه، يعني ليك ارباحك مع الصفر عمولة وكمان ليك عليهم 7 جنيه. فده اكتر يعني عرض انا شايفه بيبقى كويس في برنامج ديدي. طيب نيجي لصفر عمولة علشان تخلي بالك من قصة مهمة جدا. بدأوا يلعبوا قال لك احنا هنديهم صفر عمولة وكمان هنديهم بونص، لا احنا كده مش هنلاقي ناكل. فعامل لك ايه بقى، عللك الاشتراك بتاع الثلاث ايام خلاه 55 جنيه، وعمل لك ان انت تشتري مثلا ب 25 جنيه 3 ايام بس هناخد منك 7% بس، مع ان هم بياخدوا 17، فهناخد يا عم منك 7% بس. وعامل لك يا اما تدفع 35 جنيه وهناخد منك 5% بس. دي طبعا حركه صايعه خلي بالك منها، وما عاملها لك علشان يبدا ان هو لا انا كده مش يعني انا عامل له بونص وكمان مش هاخد منه فلوس، لا انا هاخد منه يعني العرض الاشتراك وكمان هناخد منه ال 7% على كل رحله عادي. دي تبقى النسبه بتاعتنا. فلو انت هتشتغل على الصفر عموله بنصحك ان انت تشتغل على الثلاث ايام اللي هي هتبقى ب 55 جنيه وتريح دماغك من القصه ديت. طيب اوبر بقى عامل لي ايه في القصه دي كلها؟ اوبر مش عامل لي حاجه. اوبر يا جماعه شغال على العميل، بيدي العميل الرحله بسعرها. يعني انت يا عم الحاج يا كابتن هتاخد الرحله بكام؟ صافي لك كام؟ 100 جنيه. تعال انت خد يا عم 100 جنيه اهو. فتلاقي البرنامج عمال بيرن. وانا اتكلمت على الموضوع ده في الفيديو اللي فات، اللي هي مقارنه ما بين اوبر وديدي، وقلت ان هم عملوا حركه اصيع من بتاع ديدي، ان هم لعبوا على العميل، خلوا العميل يبص يجي يفتح الابليكيشن او يفتح الابليكيشنز كلها اللي عنده يلاقي اوبر ارخص حاجه فيهم. وده لان هي مش واخده منه عموله، ولكن في بعض الاوقات برضو بتبقى يعني بيبقى زي نظام خصومات وعروض كده، بس بيبقى جايبها لك دي سعر الرحله من غير ما يكون كاتب لك ان ده خصم، عشان العميل يقتنع ان هو اوبر ارخص حاجه ليه واحسن حاجه ليه. البرنامج اندرايفر، برنامج اندرايفر بيقول لك احنا على مبدأنا
من اول ما ابتدينا. احنا ولا بنعمل عروض ولا بنعمل خصومات ولا لينا في اي حاجه خالص. احنا شغالين بالفهلوه وبالفكره الجديده وبالفكره الحلوه وبالتفاوض. اهم حاجه نقفش منك العموله بتاعتنا مقدم اللي هي ال10%، واشحن علشان تشتغل، ولو مش شحنتش مش هتشتغل. هي دي السياسه بتاعت اندرايفر، مش عامله لك اي حاجه خالص. طيب نيجي بعد كده لشركه تانية خالص اللي هي ابرايد. كتر خيرهم ان هم برضو لسه بادئين وبيحاولوا يخلوا الكباتن او يشجعوا الكباتن ان هي تفتح البرنامج. عامل لك بونص كده ايه صغير، عامل لك بونص ب 100 جنيه تعمل 7 رحلات، ولكن في نفس الوقت هو صفر عموله، و يعني ما بياخدش منك عموله، فانت ارباحك من الرحلات هتاخدها، و7 رحلات بدون ولا نسبه قبول ولا نسبه الغاء. مش عايز منك اي حاجه، انت نفذ بس 7 رحلات على التطبيق وهتاخد ال 100 جنيه. انا طبعا مش بقول لك افتح التطبيق او ما بتفتحوش، انا بقول لك ان برضو في شركه عامله بونص من ضمن الشركات اللي عامله. والله انا موجود البرنامج عندي على التليفون، لقيت حاجه مناسبه ليا اقبلها، لقيت حاجه مش مناسبه ليا ما تقبلهاش. طبعا لو انت استفدت من الفيديو ده اوعى تنسى تدوس لايك وشير في اي جروب انت فيه، خلي الناس كلها تستفيد. ولو انت اول مره تشوفني ومهتم عامه بمجال النقل الذكي اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.